السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. دايما كلنا والا من رحم ربي بنخاف من الموت، مع العلم ان الموت ممكن يكون عدى في حياتك كتير قوي. ما اقصدش هنا ان عدى باسرتك او عدى باحدى اقاربك، لا ده انا اقصدك انت شخصيا، اللي ممكن يعني ما بنقولش الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت، ده انا بقول لك انت شخصيا مراحل الموت عدت عندك كتير قوي. بس يا رب نصلح نفسينا قبل الضربة الأخيرة، لأن إحنا بنعدي بمراحل كتير في حياتنا إحنا مش فاكرين منها حاجة. يعني لما أقول لك أنت فاكر حاجة عن حياتك وأنت طفل صغير لسه بترضع، لسه بتتعلم المشي؟ فين الطفل ده في حياتك؟ أنت مات، بس هو كان وظيفته إيه؟ وظيفته يوصل المرحلة الصغيرة للمرحلة اللي أكبر، اللي هي مرحلة بعد كده الحضانة. ما هو زمان ما كانش فيه كي جي 1 وكي جي 2، كان في حاجة اسمها كتاب وحضانة. ولما اختفى الكتاب طلع علينا البلطجية بالسيوف والمطاوي والمخدرات والبانجو. كان زمان في حاجة اسمها كتاب. الكتاب كان بيعلم الأدب قبل ما يعلمك القراءة والكتابة. كان الشيخ اللي بيبقى قاعد على البسطة اللي معمولة ده لوحده هيبة، ما تقدرش تعدي في الشارع اللي فيه الكتاب ده يوم اجازة ليك او يوم انت مش رايح فيه الكتاب، ما تقدرش تعدي، لان لو لمحك انت من نفسك هتعملها على روحك. فكان في كتاب بيعلم الادب الاول ويعلم الفضيلة وبعدين يعلم القراءة والكتابة. وبعد كده كانت في حضانة صغيرة فيما بعد مش في لحظة الكتاب، لا ده بعد كده بقت مرحلة متقدمة شوية، بقت في حاجة اسمها حضانة تدلع الأطفال. ومن هنا بدأت القيم والأخلاق تنحدر شوية بشوية ما علينا. فالطفل الصغير اللي في حياتك اللي وصلك لمرحلة الكتاب أو وصلك لمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2، أنت فاكر عنه إيه؟ ما أنتش فاكر عنه حاجة. إذن في مرحلة في حياتك ماتت. المرحلة التانية اللي هي بتاعت الابتدائي اللي وصلك بعد كده للثانوي. الطفل برضو الصغير اللي دخل سنة اولى ابتدائي لغاية سنة 6 ابتدائي، ما انتش فاكر منه حاجة الا حاجات بسيطة معلقة في دماغك. مدرس معين، استاذة معينة، علقة معينة، هروبة من المدرسة معينة، مكافأة معينة، اكلة معينة، حاجات معينة. لكن بتفاصيل الحياة ما انتش فاكر منها حاجة. مات الولد اللي دخل المدرسة من سنة اولى لسنة 6، مات الطالب اللي دخل اولى اعدادي لسنة 3 اعدادي. مراحل انت ممكن تفتكر نفسك وانت شاب، وهات لنفسك صور وانت شاب في مرحلة الاعدادي والثانوي ووريها للناس، ووري وشك في الوقت الحالي للناس. من رابع المستحيلات الا من رحم ربي اللي لسه في بعض الملامح مكتملة عنده، او صوته. في حد يقولك ده انت صوتك ما اتغيرش على مدار السنين، صوت تخين، صوت رفيع، صوت اجش. يقول لك صوتك انت ما اتغيرش، احنا عارفينك بصوتك او احنا فاكرينك بصوتك، او مين اللي بيتكلم ده؟ فلان الفلاني. ايوه ده احنا فاكرينك بصوتك. فاذا انت ما تخافش من الموت، لكن انت خاف من الموتة الاخيرة. الموتة الاخيرة اللي هتيجي تقش كل الموت ده، كل الموت اللي مر بيك انت، مش مر باسرتك، اللي مر بيك في مرحلة الابتدائي وقبليها المرحلة الصغيرة اللي انت كنت لسه طفل صغير بترضع فيها، انت مش فاكر عنها اي حاجة لغاية ما اتعلمت المشي واتعلمت بعد كده تدخل مدرسة. الطفل ده مات، بس وظيفته يوصل المشوار للي بعده، واللي بعده استلم منه مرحلة الابتدائي مات، بس يوصل للاعدادي، والاعدادي نفس الوضع. الشاب بتاع الاعدادي مات اللي وصلك للثانويه العامه والثانويه الدبلوم والكلام ده كله. وانت في الثانويه مات الشاب اللي بنقول عليه بقى ايه، البلد تعتمد عليه عشان يدخل بعد كده الجيش. بس كل دي مراحل وصلت كل واحد في حياتك، وصل للي فوق للي فوق للي فوق للي فوق لغايه ما وصلت للهيئه اللي انت فيها